ثلاث مسلسلات مصرية، والله يا بختك لو لسه ما اتفرجتش عليهم لحد دلوقتي. أصحاب النهايات الغير متوقعة الصادمة التحفة، أرشح لك المسلسل ده بقوة. وفي كل الممثلين اللي ممكن يخطروا على بالك في المسلسل ده. المسلسل بيتكلم عن 6 أصحاب فاكرين إن هم عارفين بعض كويس، لكن بيظهر كتاب بيكشف كل أسرار والخيانات اللي محدش فيهم كان عايزة تطلع للنور. وتاني مسلسل هو 7 وصايا، غالبا هو نفس الكاست بتاع نيران صديقة مع تغيير بعض الممثلين، واللي بيتكلم عن 7 أبناء بيتفقوا إن هم يقتلوا أبوهم عشان يورثوه. بس بيحصل تويست غريب جدا، وإن جثة أبوهم دي بتختفي. الجثة راحت فين وهيعرفوا ياخدوا الورث ولا لأ؟ وإيه هي ال7 وصايا اللي المفروض ينفذوها عشان ياخدوا الورث؟ ده اللي هنعرفه 7 وصايا. لكن أضمن لك إنك هتشوف فيه عظمة كمان أحلى من نيران صديقة. تالت مسلسل بقى وهو مسلسل 30 يوم، وبدون مبالغة ده واحد من أحلى المسلسلات اللي عملها باسل الخياط وآسر ياسين في حياتهم. اللي بيتكلم عن طبيب نفسي حياته مستقرة لحد ما بيظهر فيها شخص غامض بيدخله ضمن تجربة غريبة جدا هيخليه لمدة 30 يوم يتمنى الموت من سلسلة مواقف هيعيشها له. والغريب ان التجربة دي دخلها من غير ما حتى يوافق او يرفض. ارشح لكم المسلسلات دي بقوه، وبجد هتندموا لو ما اتفرجتوش عليها. في نفس الوقت لو عايزين ملخصات ليها اكتبوا لي في الكومنتات، هتلاقيها عندي. عامه بتحبوا الطيب دايما مسلسلات الغموض والتشويق، اكتبوا لي في الكومنتات هجيب لكم مسلسلات اكتر.